بيان. قبل ظهيرة يوم الخميس 5/7/2018 ميلادية، وبتمام الساعة 10:30، وبينما كان أبناء منطقة منبج في الشمال السوري يتظاهرون في مسيرة جماعية سلمية في موقع حية التابع لمدينة منبج للتنديد بالاحتلال التركي لأجزاء من جغرافية شمال سوريا، انفجرت عبوة ناسفة مبيتة في نقطة من مسافة المسيرة أدت إلى إصابة 33 مدنيا بإصابات بليغة وخطيرة، فيما فارق شخص حياته بنتيجة ما حصل. الأمر الذي يفيد مجددا بتلازم الاحتلال والإرهاب في معادلة واحدة لم تعد خافية على أحد، ولم تعد بحاجة لأي تأويل أو جدل ونقاش من جهة، وخطرهما في آن واحد على حالة الأمن والسلم الدوليين من جهة أخرى، وفي ظل التمادي المستمر في خرق ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الديباجة والمادتين 1 و2، فضلا عن المادتين 33 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن الإنسان المدني قد بات محور الاستهداف في أفق الاحتلال والإرهاب. وإننا في منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، إذ ندين هذا العمل الإرهابي المشين بحق المدنيين الآمنين السلميين، نناشد منظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية ذات الشأن تفعيل دورها في حماية التجارب الديمقراطية التي تشكل موئلا لحقوق الإنسان ومناطا للأمن والسلم الدوليين اللذين يتهددان بغول الاحتلال والإرهاب. وفي الوقت الذي نجدد التأكيد على الحرص الشديد على حياة المدنيين في حالتي العدوان المباشر أو الحرب البينية. 6/7/2018، منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة.